السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه رأيكم في الكيكة الحلوة دي ديسباسيتو؟ يلا بينا نشوف المقادير. عندي كوبايتين الا ربع من الدقيق، وعندي ربع كوباية من الكاكاو الخام، وكوباية لبن، وثلاث بيضات، ومعلقة ونص بيكنج باودر، وكوباية زبدة، وكوباية الا ربع سكر، وعندي كمان معلقتين نسكافيه متدوبين في معلقتين مية. هحط الثلاث بيضات وهنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الفانيليا، وكمان معلقة الخل. خل ضروري عشان زفارة البيض. وهبتدي اشغل المضرب واضرب فيهم بقى كويس. اضرب البيض كده لحد ما يعمل فوم معايا كده، وانزل بعد كده بالسكر. اضرب البيض اهو، بصوا عمل فوم معايا كده الاول، وبعدين انزل بقى بكوباية كوباية الا ربع من السكر، واضرب الاتنين لحد ما يمتزج السكر كده كويس مع البيض. بعد كده هنزل معايا بقى عندي كوباية الزبدة وكوباية اللبن، اعملهم بالتبادل، شوية زبدة شوية لبن، او سمنة او زيت زي ما انت عايزة، يعني ممكن تحطي المادة الدهنية اللي انت عايزاها. نزلت بالزبدة وباللبن بالتبادل، وانا بخلط برضو لحد ما اتأكد ان السكر داب كويس. وعندي المقادير الجافة دي، عليه ذرة ملح انزل معاه بقى عليه بربع كوباية الكاكاو الخام، وعندي معلقة ونص من البيكنج باودر، واخلطهم مع بعض كويس. دي المقادير الجافة، اخلطهم بقى كويس كده مع بعض. وهنا المقادير السايلة اهي، انا نسيت احط معلقتين النسكافيه اللي انا مدوباهم في معلقتين المية، واخلط برضو اتأكد ان السكر داب معايا كويس جدا، وكل المقادير اختلطت مع بعض. وانزل بقى بالدقيق شوية بشوية كده واخلط. الدقيق طبعا مخلوط عليه، قلنا ذرة من الملح، معلقة ونص من البيكنج باودر، وربع كوباية من الكاكاو الخام. الدقيق كوبايتين الا ربع. انزل بالدقيق شوية بشوية، وبقلب في اتجاه واحد. ما ينفعش ارجع اقلب في اتجاه وارجع تاني في الاتجاه التاني اخرج الهواء، ما ينفعش، لازم في اتجاه واحد. بعد كده شلت المضرب بقى عشان تقلت معايا العجينة، واعمل بالويسك او المضرب اليدوي كده زي ما انتم شايفين. انا لقيت العجينة محتاجة اسيلها شوية، لقيتها تقيلة شوية، فنزلت بحوالي ربع كوباية من اللبن. لقيتيها تقيلة معاكي بتخففيها بشوية لبن. زي ما انتوا شايفين كده العجينة جميلة جدا. انزل بقى هنا عندي البايركس مدهون زبدة، مدهون كويس جدا. هنزل بكمية بسيطة من الكيك لان ده ديسباسيتو هحط فيه كذا طبقة. وعندي برضو القالبين دول، انزل بيهم برضو بجزء من العجينة اهو. القالبين دول كمان عملوا معايا البايركس والقالبين. على بقى دخلتهم الفرن بقى على درجة حرارة 180، وعلى الرف الوسطاني. على ما يتخبزوا بعمل بقى معايا الكريمة. الطبقة التانية عندي كوباية ونص من اللبن، عليهم كوباية من الكريم شانتيه الخام، ونص كوباية من السكر البودر، وربع كوباية من الكاكاو. واخلطهم. طبعا اللبن مثلج، لازم يبقى مثلج عشان يديني القوام الكويس اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده الكريمة خلصت معايا، والكيكة خرجت من الفرن. هخرمها كده ببوز السكينة، او ممكن بستيك، بس انا ما عنديش ستيك خلص، فببوز السكينة كده نتصرف يعني. وده الخليط اللي انا هسقي بيه، عبارة عن نص كوباية من اللبن، عليها معلقة من الكاكاو ومعلقة من السكر، بدوبهم واخلطهم كويس مع بعض، واسقي بيهم بقى الكيك عشان يبقى جوسي كده ويبقى حلو وكويس معايا. ما زودش عشان ما يعجنش معايا، يعني يا دوبك بس اسقي الكيك ويشرب السائل دوت وخلاص. زي ما انتوا شايفين كده جميل جدا. وانزل بقى بالكريم شانتيه اللي انا خلطته مع الكاكاو والسكر البودر، واوزع كده
اوزع واساوي في نفس الوقت. طبعا الكيك برد معايا اهو، انزل واساوي كده الكريم شانتيه. وهنا عندي شوكولاتة مبشورة، شوكولاتة خام بشرتها، وكوباية من الكريمة سخنتها كويس، واخلط بقى فيها الشوكولاتة ديت، اعمل الجناش اهو زي ما انتوا شايفين كده، خلص الجناش معايا. اوزعه بقى عندي على البايركس والقالبين اهو، اوزعه كده. واشكل بقى، يعني ممكن تشكلي باي حاجة انتي ممكن عايزاها. انا عندي شوكولاتة شيبس حطيتها، ممكن شوية مكسرات، ممكن جوز هند، ممكن الحاجات اللي عند الحلواني، في شوكولاتة برضو بيضة، يعني اللي انتي عايزاه. واقطعها بقى زي ما انتوا شايفين، طلعت حلوة جدا وجميلة جدا وجوسي. جربوها وان شاء الله تعجبكم. لو اول مرة تشوفوني، انا منال بسيوني ودي قناتي. لايك بقى وسبسكرايب واشتراك في القناة، يوصلكم كل جديد ان شاء الله. بصوا شكلها جميل وطعمها احلى.